السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. النهاردة إن شاء الله هنعمل طاجن التورلي الجميل مع بعض. هنتفرج عليه ونشوفه مع بعض إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يعجبكم، واللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك. أحلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم إن شاء الله ويوصلكم كل جديد. أنا بطلع لكم الخضار أهو قبل ما نعمل الطاجن، ومعاه طاجن رز معمر هنقدمه معاه، عاملاه قبل كده على القناة. شوفوه برضه هيعجبكم ان شاء الله. هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا فص مستكة، حاطه معلقه سمنه بلدي، اللي عايز زيت براحته، اللي عايز زيت على زبده براحته. دي معلقه سمنه بلدي. فص المستكة داب، هنحط اللحمه بتاعتنا. انا بحب اقطعها قطع صغيره كده للطواجن، عايزين تقطعوها حتت كبيره براحتكم. مش هنقلب بقى كتير، الطاسة سخنة والسمنة سخنة، هتاخد صدمة. ما تنزليش مية كتير، يا دوب كده احط الفلفل، تتقلب كده تقلبتين اهو، واروح جايه حاطه ميه مغليه. ما نحطش بقى ميه ساقعه عشان ما توقفش السوا. ميه نكون غاليينها نحطها، ننزل بيها نحطها على اللحمه، هتستوي على طول معانا. وكده كده هي متقطعه قطع صغيره مش كبيره اهي، نشفت خالص اهيت. هنحط بقى الميه. في ناس بقى بتنزل بالطماطم في الوقت ده، بس الطماطم يعني بتخليها تغيب شوية في السوا. انا بسويها كده شوية في شوية كده، شوية مية في شوية مية لحد ما تستوي، وبعدين اروح جاية حاطه لها الطماطم بتاعتها. خلاص اهيت، هي استوت اهي ونشفت، ومبقاش في حاجة غير معلقة السمنة اللي انا كنت حطاها في الاول. بوسع بقى كده للبصلاية، خرطنا بقى بصلاية كده وحطيناها عليها. هنشوحها كده بيها، يا دوب تدبل بس كده معانا. مش بنحمرها او حاجة، يعني نقلب كده في اللحمة تدبل شوية، ونحط لها بقى شوية فلفل اسمر وشوية بهارات. انا بكترش في بهارات اللحمة، انا بعتمد على المستكة، الفلفل، البهارات. معلقة السمنة البلدي بتدي اللحمة مع التشويحة في الطواجن بتديها ريحة حلوة جدا وطعم اجمل. اهو البهارات بقى اتشوحت مع اللحمة والبصل. بنحط برضو فص توم، مش بنحمره، يا دوب بس ريحة التوم تخرج معانا كده. ونروح جايين بقى ايه، نازلين عليها بالطماطم بتاعتنا. عايزين تحطوا طماطم فريش ومعاها معلقة صلصة براحتكم. دي طماطم متفرزة اللي انا مفرزاها، سخنتها برضو ونزلتها عليها اهي. هتاخد تقليبة، وازود بقى مية على قد سوى الخضار، بس لان اللحمة مستوية اهي. نحط رشة سكر، والطماطم فيها ملح، نظبط برضو الملح، لو محتاجة شوية ملح نحطهم. ما بنكترش توابل في اللحمة عشان تحسوا بطعم اللحمة والخضار في الطاجن بيبقى حلو قوي. هنحط بقى الخضار اللي احنا عايزينه. دي بسلة متفرزة عندي من السنة اللي فاتت، موجودة برضو على القناة. هنحطها كده، واي خضار بقى كمان انتوا حابينه عايزين تحطوه براحتكم اهو. انا بقى جايبة هنا بطاطس وكوسة وفاصوليا، وطبعا البسلة بالجزر. هنقلبها بقى في حلة تانية، حاجة اوسع عشان دي مش واخدة اهي. عايزين تحطوا بقى بروكلي، تحطوا قرنبيط، تحطوا بدنجان، كل واحد على حسب راحته في الخضار اللي هو بيحبه. بامية، في ناس بتحط شوية بامية. انا حطيت كده الخضار اللي احنا عايزينه، يا دوبك يغلي معانا. اكون قايده الفرن ومسخنه البرامات جدا. بصوا البرام عامل ازاي، عشان اما احط فيه الخضار واغطي عليه ما بياخدش سوا كتير اهو. هحط بقى الخضار كده لحد ما ياخد المظبوط بتاعه. واللي هيتفضل هم، انا مسخنه 2 لان الخضار هيجي في 2. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنحط الباقي في البرام التاني اهو، وهغطي عليه بورق زبدة وفويل، واحطه على الرف في الفرن. وبعد ما يطلع بقى بنحطه على الرف اللي تحت خالص، وبعدين بنحطه بعد كده على الرف الوسطاني. ما بيغيبش في السوا اهو. بصوا الطاجن ما شاء الله، الخضار مستوي وجميل حلو قوي، واللحمة دايبة ومستوية اهو. بصوا البطاطس والكوسة والجزر كله مستوي وجميل، واللحمة برضو مستوية ودايبة وجميلة. يا رب ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. انا حطيت قرن شطة على واحد، وواحد من غير شطة.
عشان اللي يحب حامي ياكل، اللي يحب بارد ياكل. اهو الخضار عامل ازاي، ما شاء الله دايب، واللحمة كمان دايبة ومستوية وجميلة اهي. ان شاء الله تعجبكم الطريقة بإذن الله، وتجربوها تقولوا رأيكم في التعليقات. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.